حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله يا رب. النهارده بقى فيديو جديد كده وروتين جديد ان شاء الله يشجعكم. لو مطبخكم يعني متبهدل زي عندي كده ان شاء الله تتشجعوا من الفيديو ده. عايزاكم بقى تشتركوا عندي في القناة وتحطوا اللايك وتكتبوا لي كومنت حلو كده زيكم، عشان بصوا بجد انا طلع عيني والله العظيم في الفيديو ده. بصوا بقى، انا اول حاجة هنا كده ايه بدأت بيها ان انا نزلت البطرمانات بقى والعلب والحاجات دي كلها بتاعت الخزين. كان يعني بصوا 3/4 ناقصة حاجات، والخزين كله انا كنت شايلاه بره المطبخ في البوفيه بسبب النمل، يعني ان انا مش عايزة اجيب الحاجة فتتملي نمل من اللي كان في المطبخ. بصوا شايفين هنا كان واقع بقى عصير تانج، فده كمان زود النمل عندي. فنزلت اول حاجة كده العلب اهو، بصوا اكتريتها فاضي وما فيهاش اي خزين يعني. بصوا كل ده اللي تحت ده قفلت غطا البوتاجاز وحطيت برضو عليه حاجات، عشان انا المطبخ عندي يعني ضيق كده شويتين بس. وهنا بقى كنت بوريكم اهو ضرفة الحاجات البلاستيك، والضرفة التانية اللي فيها الخلاط والحاجات دي. وبصوا الشفاطة اهو زي ما انتوا شايفين، يعني خلاص بصوا بيموت كده. فكل ده ان شاء الله نعمله مع بعض وبإذن الله تتشجعوا. شايفين حاجات قد ايه؟ كل ده ان شاء الله هغسله دلوقتي معاكم وهيتصفى وهنملى البطرمانات دي. فكملوا الفيديو للاخر. حطيت بقى قسمت الحاجة البطرمانات والتوابل كلها كده على البوتاجاز، والناحية التانية العلب والحاجات دي. هنا بقى قلت ايه ألم العصير ده، هو كان لازق مش عايز يطلع. فجبت الجاروف الصغير ده، قلت بدل ما اجيب فوطة بقى وتتلزق مني وكده، لا انا يعني هشيله كده بالفرشة والمه بالجاروف على طول. بصوا بقى هنا انا عملت ايه، حطيت في الطبق ده ميه بصابون بخل. انا مش هنضف بميه بقى وهدلقه كده عشان ده برضو ايه يعني خشب. فبصوا انا زي ما انتم شايفين كده انا بعمل بس بالرغوه، عشان يعني احس ان انا نضفت برضو. وهي ايه يعني كنت بعصر الليفه قوي، وكانت بتعمل الرغوه بتاعه الصابون كانت بتنضف معايا. شايفين؟ حاولت اعمل كده على قد ما اقدر من جوه لحد ما ايدي طالت. انا الضرفه عندي كده عميقه داخله لجوه شويه، بس الحمد لله عرفت انضف يعني. شايفين؟ عملت كل حاجة بقى الظهر والرف نفسه. وجبت عندي هنا فوطة كده ناشفة ما بلتهاش بقى ولا اي حاجة. انا يا دوبك بس كده ايه كنت بشيل الرغاوي بتاعت الصابون. بصوا والظرف كمان من الظهر كده من جوه. شايفين؟ انا بس كنت عايزة احس كده ان انا نضفت ومفيش تلزيق يعني من جوه، عشان بعد ما هعمل الحركة دي هرش. ده بقى رش النمل اللي انا قلتلكوا عليه، الحمد لله في الفيديو اللي فات لقيته عمل نتيجة بره على في السراير كانت مليانة نمل. فدي جبت منه ازازة تاني، عشان الاولانية خلصت بقى عملت بيها في كذا مكان. بس ابتديت ارش بقى هنا بصوا، واهتميت شوية بالاركان. عايزة اقول لكم تاني يوم انا بقيت الاقي النمل كده ايه، عارفين انتوا، واقع كده ايه اللي هو خلاص بيغمى عليه، بس بجد اختفى. فحلو الرش ده بصراحة الحمد لله، يعني ان انا لقيت حاجة تنفع. كنت مجربة حاجات كتير، فده اسمه العملاق، كان ب25 جنيه. بس هنا بقى ايه برضو فضيت بقية الظرف التانية. انا كنت هعمل ضرفة بس افتكرت ان انا ايه ما كانش عندي مفارش، فنزلت في نفس اليوم جبت مفارش. هحط لكم المقطع ده في اخر الفيديو تشوفوهم بقى، وجبت شوية مشتريات كده بسيطة، وهقول لكم برضو على الاسعار. هنا كمان قلت ارش بالمره بقى الرخامه نفسها. شايفين؟ كنت عماله بقى احول الحاجه بره على السفره عندي كبيره، فايه قلت افضي مكان قدامي كده وارش بقى براحتي. زقت التربو كمان، وبصوا ما سبتش تنتوفه كده إلا لما ايه رشيت عليها. آه هنا بقى ايه كنت خدت العلب، لو في علبة فيها شوية رز او شوية مكرونة او كده، فضيت بقى في اطباق بلاستيك وحاجات صغيرة يعني عشان اعرف اغسل العلب والبطرمانات دي. عايزه اقول لكم كنت الاقي في الدقيق سوس، او الاقي في الرز ماشي نمل. فبصوا كانت الدنيا خربانه، وما كنتش عارفه اعمل كل ده من زين. بس انا قلت انا مش هفضل قاعده بقى كل يوم اجل وفي الاخر مش بعمل. فقلت يعني ان شاء الله اعمل حاجه ولما ينام اكمل. وفعلا عملت كده.
كان يعيط شويه اروح اسكته وادخل اكمل تاني. هنا بقى ايه، كانت البطرمانات والعلب قليله يعني شويه، اللي هي المنظمات دي. فكان عندي كميه حلوه كده من العلب اللي انتوا شايفينها الزرقاء دي. فقلت يعني استغلها. هو ابو كنزي بصراحه اللي قال لي يعني حطي فيها، ففكره حلوه يعني علب التلاجة مش للجبن يعني وحاجات دي بس، لا، بصوا اي حاجه هتنفع. المهم ان موضوع الكياس بقى والجو حر انتوا عارفين، فكنت بلاقي سوس بقى، وكل ما اجيب حاجات يعني حرام بتبوظ وبرميها في الاخر. فروحت جايبه بقى البطرمانات دي كلها وميه كده وصابون وبليفه المواعين، قعدت اغسل فيهم. وبصوا العلب دي هنا آه كانت لسه جديده يعني، كان عندي منها شويه مستعملاهم، ودول كنت شايلاهم في الدولاب كده من تحت، كانوا جداد. فقلت اخدهم غسله برضو كده ايه سريعه يعني، ممكن يكون فيهم تراب او حاجه بس. والبطرمان ده اللي كان فيه دقيق كان لازق كده، فمليته ميه وقلت ابوشه ايه عبال ما اخلص يكون هينضف بسهوله معايا. كان عندي كمان قبل ما ابدا برطمان كده ازاز كبير اللي هو بتاع النسكافيه ده، فحلو يعني استغليته بقى. قلت ايه، غليت الميه في الكتل وحطيته. بصوا شايفين اتقشر بسهوله وحلو يعني، هتشوفوه دلوقتي لما اتغسل عامل ازاي. فانتوا اعملوا كده بقى يعني. بصي ما توقفيش نفسك على المنظمات بقى والعلب اللي شكلها شيك وكده، لا، اللي عندك اتصرفي بيه. يعني ما تضايقيش الدنيا على نفسك، لا عادي اي حاجه، برطمان صلصه لو ازاز اغسليه وحطي فيه الحاجه، مش هيقول لا يعني. شايفين هنا بقى كنت فرشت حته قماشه كده بيضه وقلبت كله وسبتهم بقى يتصفوا. وفي الوقت ده بقى انا كنت نزلت رحت اشوف المفارش اللي انتوا هتشوفوها في اخر الفيديو. بصوا البطرمان بقى عامل ازاي، شايفين نضف ازاي. لو وصلتوا بقى في الفيديو لحد هنا، ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك واللايك الجميل بتاعكم والكومنت اللي هيشجعني ان انا انزل فيديوهات تاني. بصوا بقى يا حبايبي، هنا الخزينه اهو جبته كله بعد ما جيت من بره. كنت الحمد لله يعني لقيت المفارش. آه طلعت بقى كله من البوفيه حطيتهم كده قدامي. وعايزه اقول لكم انا قبل ما ابدا، بص انا كنت بقيس الحاجه عشان ايه يعني، اقيس مثلا كتبت في ورقه عندي كام كيس مكرونه مثلا اللي هي القلم، قد ايه شعريه وكده. فانتوا هتشوفوا انا فضيت الاول في بطرمان، رجعت لقيتها آه مش هتكفي عندي في كيس تاني. فروحت نقلت في العلبة وابتديت بقى ايه ارص على الاساس ده. يعني كيسين مثلا اللي هي القلم دي حطيتهم في العلبة بتاعتهم. آه ده برضو كان عدس كان عندي كده في كيس حطيته، والشوية اللي كانوا في العلبة الاولانية كنت مفضيهم في طبق رجعتهم برضو في البطرمان. شايفين، عايزة اقول لكم يعني بصوا ارتحت راحة نفسية اما خلصت. انا كل ده كنت يعني برص بس الحاجة وبفضي وخلاص، حسيت ان المطبخ نضف. هنا برضو كنت بحاول اقيس كده الكيس على قد العلبة ولا لا، وتمام طلع بصوا بالظبط. انا قسمت لكم يا حبايبي الفيديو ده على جزئين، عشان هو انتوا عارفين المطبخ مستحيل يخلص كله في يوم واحد، لان في حاجة في كذا حاجة يعني. ان انا كنت لسه هعمل الشفاط والبوتاجاز والتربو كده، قلت اخده غسلة حلوة هو كمان عشان يبقى المطبخ كده كله نضيف. هنا دول كانوا نوعين من نفس المكرونة، حطيتهم في العلبة دي والحمد لله برضو جات على قدهم بالظبط. ده البطرمان الكبير ده كنت بحط فيه الرز، فلقيت الرز قليل والمكرونة اكتر، حطيته. بصوا هتشوفوه برضو في الاخر اتملى كله من نفس النوع. فمني بدلت بقى يعني، غيرت العلب خالص وغيرت اللي بيتحط فيها كمان. آه زي ما قلت لكم انا هنا كنت خلاص بقى بعبي الحاجات دي في العلب بتاعتها والبطرمانات. وان شاء الله في الفيديو اللي هينزل لكم بعد ده انا كده هبقى تمام، رصيت كل حاجه جوه الظرف. هبتدي بقى ايه عشان الحاجه ما تفضلش في الشقه بره وعامله زحمه وكده، قلت لما افرش المفارش وارص الحاجه تمام ابتدي بقى انضف الدهون. فاهميني يعني، هقفل الظرف خالص على الحاجه وهنضف بقى الخشب من بره كده بالراحه،
والسيراميك اللي حوالين البوتاجاز والحتة دي اللي في الوش دي. هنا بقى كان عندي رز سايب على رز اكياس. بصوا كنت هنا اللي بحطه ده كان اسمه ايه، اللي هو ورق اللورة ده او ورق الغور ده. عرفت ان هو بيمنع السوس يعني، او ممكن برضو تحطي ملح. وكده كده احنا بنغسل الرز يعني، فما تخافوش مش هيبقى حادق ولا حاجة. لو عندك حاجة بقى يلا اتفرجي على الفيديو ده وكمليه للاخر، وقومي بقى ايه قلديني كده واعملي زيي. عايزه اقول لكم بقى هنا بعد ما كنت خلاص الحمد لله خلصت، وبصوا عماله افضي، بفتح واحط الاكياس في الحوض بقى فيه جبل اكياس كده. بصوا لميتهم كلهم مره واحده ورحت حطاهم في الباسكت. ده كمان كان كيس ملح خشن كده فضيته في البطرمان ده، قلت اخليه يعني لو لغسيل فراخ او كده. والتاني ده الناعم ده بحب احطه على الاكل بقى، لكن التاني اللي هو في اكياس ده بغسل بيه فراخ او حاجه كده. بس ده كمان كان عندي كيسين دقيق، بس مش نفس النوع، فقلت انا هفضي واحد بس، يعني عشان لو حبيت اعمل بيتزا مثلا او معجنات او حاجه، يعني ما يبقاش كذا نوع دقيق فاهمني، وكل دقيق ليه طريقه وكده يعني. ففضيت واحد بس كده وسبت التاني مقفول زي ما هو. انا بشيله في التلاجة او في الفريزر يعني مش بيحصل له حاجه. ده برضو كان شويه بقسماط كده اللي هو الريتش بيك ده، واللي في ايدي ده كان سايب، فحطيت ده على ده وطلع حلو في الاخر يعني. ده اللي هو عامل زي الفيجيتار كده. عايزه اقول لكم بقى بعد ما خلصت، بفتح التلاجة لقيت فيها اكياس بقوليات اهي. بصوا شايفين عدس بقى واللوبيا والفاصوليا والحاجات دي. فروحت جبت علب تاني برضو وظبطت الدنيا. بصوا ايه رأيكم بقى؟ وجبت الازايز الزيت بقى وحطيت الحاجة كلها كده قدامي عشان اشوف انا هرص ازاي. ايه رأيكم بقى؟ قولولي اتشجعتوا معايا ولا لا؟ شايفين النظافة حلوة والله، والنظام والترتيب احسن من الكياس بقى والسوس والنمل والحاجات الوحشة دي. كده احسن وانضف. هسيبكم بقى مع المقطع الاخير في الفيديو، كملوه. حبايبي دي المشتريات اللي انا نزلت جبتها للمطبخ، فعايزه اوريكم اهو المفارش شكلها ايه واقول لكم على الاسعار بتاعتها. بصوا انا اول حاجه كده اهو جبت المفارش اللي هي الفوم دي. هي دي اكتر حاجه انا جربتها وطلعت كويسه معايا يعني. انا جربت كذا حاجه بقى مشمع وكده، بس دي بصوا بتبقى زي الفوم كده. هي دي اكتر حاجة بتستحمل وبتعيش يعني في المطبخ. فجبت اتنين اهو، حسبت كده المطبخ محتاج قد ايه وجبت اتنين. دي الرول الواحدة هي 3 متر. 3 متر اهي، في العرض 45. دي الواحدة كانت ب35 جنيه، فخدت اتنين نفس الرسمة تمام. جبت كمان لكنزي اللعبة دي اللي هو المكعب روبكس ده، دي كان سعرها 30. ولقيت كمان الليفة دي حلوة قوي عجبتني كده. بصوا زي جوانتي كده من هنا، دي ب20. وجبت بقى الموب دي حلوة، اللي هي عاملة زي الشرايط كده. بصوا حلوة، مكتوب عليها ان هي ميكرو فايبر وايطالي. عايزة اقول لكم حلوة قوي. انا يعني هستعملها كده مؤقتا لحد ما الاقي الغيار بتاع الموب اللي هي التركي التانية. فدي حلوة يعني. دي كانت ب20. جبت كمان بصوا الفرشة دي حلوة قوي للشبابيك بقى، لأي حاجة فيها تراب اهي. اللي حلو بقى اللي فيها بصوا ان هي ايه، شايفين؟ بصوا الايد دي بتتشال، هي عاملة زي ايد المقشة كده. لو عايزة بقى تركبي واحدة اطول مثلا، ولو هتعملي حتة كده عالية في السقف فوق، فهتنفع برضه. اهو مكتوب عليها 30. جبت دي دي جبتها لزين كانت ب20. شوخليلة كده عشان يسكت ويحل عني. وجبت برضو علبة الكريم جونسون دي اهي ب40.
كل الحاجات دي يا حبايبي في محل اسمه مومنتو. هو ليه كذا فرع بقى في المعادي وفي المقطم ومصر الجديدة تقريبا، فحاجته حلوة يعني واسعاره حلوة قوي. جبت كمان الصابون ده بس هو تقريبا اتفتح. اه ده اللي هو اللي بيعمل 8 لتر، ده بتحطي الكيس البودر وكيس السائل اللي جوه على 8 لتر ميه. انا مجرباه قبل كده وعجبني فعشان كده جبته تاني يعني. ده كان ب20 بدل 25 بس، فانا هعمله بقى على مش عارفة ممكن 4 لتر او 5 عشان يبقى مركز يعني. بس كده يا حبايبي دي كانت المشتريات. استنوا بقى بقية الفيديو بتاع المطبخ الفرش يعني، عشان انا كده الفيديو طول مني قوي فهقسمه لكم وانزله على جزئين. بس يا حبايبي ما تنسوش بقى الاشتراك عندي واللايك، وتكتبوا لي كومنت كده حلو زيكم، واستنوا بقى زي ما قلت لكم الفيديو اللي جاي. ويلا يا حبايب قلبي مع الف سلامه.